أقر مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي أن خوض مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال قطر ضد كرواتيا هي أسوأ مباراة يمكن أن يلعبها، لأن الطموح كان التواجد في النهائي. وكان المنتخب المغربي يمني النفس بتتويج مشواره التاريخي في مونديال قطر بالوصول إلى النهائي، لكن المغامرة انتهت عند دور الأربعة بالخسارة أمام فرنسا حاملة اللقب بهدفين دون مقابل. وكما الحال دائما، يواجه المدربون صعوبة في تحفيز لاعبيهم من أجل خوض مباراة تعتبر بمثابة جائزة ترضية، لكن الركراكي سيحاول تجميل المركز الثالث لتحفيز لاعبيه. وقال الركراكي قبل اللقاء المقرر على استاد خليفة في إعادة لمواجهة دور المجموعات التي انتهت بالتعادل السلبي ضد لوكا مودريتش ورفاقه: أعتقد أنها أسوأ مباراة يمكن أن نلعبها، لكن ما زلنا متحمسين لخوضها رغم شعور الخيبة. وتابع الركراكي: بطبيعة الحال كنا نفضل أن نكون في النهائي، لكن هناك المركز الثالث الذي يتوجب علينا اللعب من أجله. نريد أن ننهي هذه البطولة على منصة التتويج. وأقر أن الأمر سيكون صعبا بسبب الإرهاق، وهناك أيضا العائق الذهني الذي يتوجب علينا تجاوزه. نعلم أن كرواتيا تريد أيضا أن تنهي البطولة ثالثة. ولدى سؤاله إذا كانت هناك أي مباراة مركز ثالث في تاريخ كأس العالم عالقة في ذهنه، أجاب الركراكي: بكل صراحة هذا اللقاء التصنيفي يزعجني بعض الشيء. دائما ما يكون الأمر معقدا، إن كان بالنسبة لنا أو لكرواتيا. بعد خيبة خسارة نصف النهائي أنت مضطر بعد يومين لخوض مباراة، إنها مباراة حمقاء إن كنا في المركز الثالث أو الرابع. كنت لا أقول الأمر ذاته عن المركز الثاني لو كنا في المباراة النهائية، لأننا نريد أن نكون الفائزين. ورغم أنهم كانوا يفضلون بالتأكيد خوض النهائي كما حال الكروات، لن يكون لاعبو المغرب بحاجة إلى تحفيز للقتال في لقاء اليوم، وفق ما أفاد به الركراكي قائلا: لأننا في كأس العالم نمثل المغرب، كل مباراة مهمة حتى الودية بالنسبة لمشجعينا. وفي سياق متصل، يغيب مدافع وقائد المنتخب المغربي رومان سايس عن المباراة، وذلك وفق ما أكده الركراكي. وأشار الركراكي بعد الخسارة أمام فرنسا إلى أنه سيقوم بتعديلات على تشكيلته لمباراة المركز الثالث من أجل منح بعض اللاعبين فرصة المشاركة، لكنه أوضح أنه لن يجري تعديلات بالجملة لما يحمله ذلك من خطورة في مواجهة فريق مثل كرواتيا.